كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا. والسؤال اللي بنسأله كتير وبيطلب مننا كتير، وانا بالحقيقة انا ضده تماما، اللي هو يا دكتور انا عايزة حاجة ترفع الدورة الشهرية عشان اصوم الشهر كامل. حاجة يا جماعة ان ربنا خلقكم بدورة شهرية بتنزل كل شهر، فما تخالفوش الفطرة اللي ربنا خلقكم عليه. ربنا جعل لك 4 ايام سمح لك فيهم انك تفطري، اسقط عنك فريضة من فرائض ربنا. انت ليه عايزة تخالفي الطب وتخالفي اللي ربنا اداهولك وتقولي اصوم الشهر كامل؟ خلوا الفسيولوجي بتاع جسمكم ووظيفه جسمكم تمشي زي ما ربنا كتبها لكم على فطرتها. الناس بس اللي عندهم مشاكل طبيه، تحصل نزيف مع الدوره الشهريه، بيحصل لخبطه في الدوره الشهريه، بتنزل اكتر من مره في الشهر، دولت اللي محتاجين علاج، وهنوصف لهم علاج عشان يقدروا يصوموا شهرهم مرتاحين. انما انت لو دورتك طبيعيه، رجاء سيبي الفسيولوجي يمشي زي ما هو، سيبي جسمك يمشي زي ما هو، خدي برخصة ربنا اللي هو قال لك افطري في الايام بتاعه الحيض، وسيب الدنيا تمشي بطبيعتها، وبلاش نلخبط جسمنا بالهرمونات. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا.